بيبدأ مسلسلنا وبيكون في طقوس خروج جن من شخص بيكون نايم على السرير ورابطين ايده ورجله بطريقة كويسة جدا، وملامح وشه بتتغير بطريقة مرعبة. وفي الوقت ده بتظهر بطلتنا سونج اللي بتكون هي العرافة اللي هتعالجه، وبتبدأ سونج تعالجه بالروحانيات وبتعمل حركات كتير جدا قدامه، وبعد كده بتكلم الجن وبتقول له يروح للعالم التاني بتاعه. وفي اللحظة دي المنبه بتاع سونج بيرن. ساعتها سونج بتتوتر جدا عشان هي كده اتأخرت عن المدرسة، وبترجع تكلم الجن مرة تانية وتقول له معاك 10 دقايق عشان تروح للعالم بتاعك وانا الحق اروح المدرسة. وللأسف مش بتقدر سونج تخلي الجن يخرج قبل ما ال10 دقايق ما يخلصوا، فبتسيبه وبتسيب كل الطقوس وبتطلع تجري بهدوء المدرسة عشان تلحق الامتحان اللي عندها. ولما بتوصل سونج بتضطر انها تنط من على السور عشان هي اتأخرت عن الميعاد الطبيعي للمدرسة. وهي بتنط بيكون مستنيها جيهو اللي بيكون باين عليه انه بيحبها، وساعتها سونج بتسأله بتقول له انت مستنيني هنا ليه؟ بيحط ايده على كتفها وبيتأثر كده وبيقول لها انا من غيرك مش هعرف انجح في الامتحان. وساعتها هما الاتنين بيضحكوا وبيكملوا طريقهم للفصل عشان الامتحان. ولكن في الامتحان سونج بتحل وحش جدا، فبتتضايق جدا وبتقول انها نفسها توصل لدرجة كويسة في التعليم، وبتكلم مامتها وبتقول لها انها تقعد في المدرسة النهاردة تذاكر عشان تقدر تحل كويس في المواد اللي جاية. وفعلا بتقعد هي وجيهو وكام طالب تاني، وبعد ما بيذاكروا فترة طويلة بيقوم طالب اسمه بومو عشان يدخل الحمام، واول ما بيدخل بيفضل يندب حظه انه دخل مدرسة زي دي وعلى ادائه في الامتحان. وفي اللحظة دي بيلاقي في حاجة بتهرب منه من السقف هوي، بيبص فوقيه وبيلاقيها جنية فوقيه. ساعتها بومو بيتفزع وبيطلع يجري على الفصل يقول لهم كده، ولكن محدش بيهتم بيه خالص. وبيخلص اليوم في المدرسة وبتروح سونج وجيهو مع بعض وبيهزروا مع بعض وبيوصلها لحد البيت. ولما بتدخل سونج البيت بتلاقي امها الروحانية واقفة مستنياها وبتقولها تعالى انا عايزاكي. وساعتها بتعاتبها وبتقولها في عرافه شاطره شبهك تسيب طقوس وتجري في وقت شبه ده؟ انت عرافه الدراسه هتفرق لك في ايه؟ وبتقولها ان في ناس كتير تتمنى ان تكون مكانها وهي بكل صوره بتفرط في ده وبتمشي من الطقوس بالطريقه دي. بترد عليها سونج وبتقولها ان هي طموحها مختلفه، طموحها انها تكون طالبه وحاصله على شهاده كويسه، وانها بتفرح جدا لما حد بيشوفها بلبس المدرسه ويقولوا عليها طالبه، وانها عكس معظم الناس اللي يتمنوا المكان اللي هي فيه، وان هي كمان حابه انها تكون متعلمه وعرافه في نفس الوقت، وانها كل حلمها في بيتها اللي كلهم عرافات نفسها تكون انسانه عاديه. ساعتها بترد عليها امها الروحانيه وبتقولها انت عندك قدره كبيره على اقناعي واقنعتني بكلامك ووجهه نظرك. بتقوم سونج وبتروح للمزار بتاعها اللي بيدخلها فيه الناس اللي عندها مشاكل وهي بتحلها لهم، وكل واحد بيخش بمشاكل شكل اللي عايزه بركاتها عشان الحمل يثبت واللي عايزه تحمل اصلا وهكذا. وتاني يوم في المدرسه بتكون سونج قاعده هي وجيهو، وبيكون مسيطر على دماغها سؤال شغلها جدا، وهو ان الوسامه لوحدها تكفل الحب ولا لا. وبتقول السؤال ده لجيهو، وكمان بتقول له انها مقتنعه ان فعلا الوسامه لوحدها تكفي. ساعتها بيقول لها جيهو لو واحد وسيم جدا ولكن قتله قتله ساعتها هتكوني معجبه بيه. بتقتنع شويه سونج وبتقول له تخيل كده لو انت ماشي في الشارع وتلاقي شخص قاعد في الشارع بيعيط، هل هتواسيه ولا هتسيبه وهتمشي؟ فبيقول لها صعب ان حد يتجاهل حد بيعيط، دي حاجه قاسيه قوي. وفي اللحظه دي بتفتكر نفسها في مشهد فلاش باك وهي قاعده في الشارع بتعيط ومحدش مهتم بيها خالص، وكل الناس بتعدي من الشارع تبص عليها وبس، وكله كان بيقول يمكن ما عندهاش مكان تعيط فيها وملهوش حد يواسيه. ولما بيحس جيهو انها اتأثرت جامد بالكلام ده فبيقول لها انا عندي وسامة، وكمان لو شفت حد بيعيط هقف جنبه واواسيه ينفع؟ فبتقول له لا لا ده انت مستبعد جدا، وبتسيبه وبتمشي. وبتروح مرة تانية للمزار وبيبدأ يدخل لها الناس مرة تانية، ولكن في لحظة بيدخل عليها شاب وسيم جدا بتعجب بيه سونج من أول نظرة، وبتشوفه مقلوب شبه ما كانت متنبئة بكده، وجدته بتكون معاه. واول ما بيقعدوا مع سونج جدته بتقول لها ان جيون حفيده عنده سوء حظ كبير قوي، وانها عايزه تعمل له حجابه او حاجه عشان الحظ يبقى معاه شويه. وساعتها سونج مش بتكون مركزه في اي حاجه غير وسامه جيون، وبتساله نفس السؤال بتاع جيهو، وهو لو شفت حد بيعيط في الشارع هتعمل ايه؟ وبيقول لها اكيد مش هسيبه واقف جنبه لحد ما يبقى نفسيته احسن بكتير، ولكن مش هعرف اواسيه لانه شخص انا معرفش حياته الشخصيه، ده مجرد حد في الشارع بس ما ينفعش اسيبه يعيط في الشارع وامشي. وفي الوقت ده سونج بتكون مبسوطه قوي من ردة فعله واعجبت بيه اكتر واكتر، ومش بتقدر تسيطر على نفسها، وبتقوم تمسك ايد جدته بطريقه مريبه وبتقول لهم ما تقلقوش انا هحميه من كل شر، ما تخافيش ما تخافيش. وبيمشي جيهون وجدته، بس مامة سونج الروحانيه بتكون مش عاجبها خالص الموضوع ده،
وبتؤمر انهم يرشوا وراهم ميه بملح عشان موضوع سوء الحظ ده. وبعد كده بتخش تكلم سونج وتقول لها هتحميه من سوء الحظ ازاي؟ انت نسيتي اللي جالك بنفس المشكله وشفتيه برضه مقلوب، وقلت هتحميه من سوء الحظ وعرضت حياتك للخطر وفي الاخر مات برضه، واللي ليه حظ في حاجه محدش بيقدر يمنعه. بس ساعتها سونج بتقول لها انا حبيته من اول نظره ومش هعرف ما ادافعش عنه. وتاني يوم في المدرسه سونج بتكون مريحه شويه كالعاده بتاعتها على طول، وبيدخل المدرس الفصل وبيقول ان في حد لسه منقول المدرسه جديد ولازم تعاملوه بطريقه كويسه وتدخلوه في مود الدراسه، خصوصا اننا في فتره صعبه وهي فتره الامتحانات. وبيدخل الطالب وبيطلع جيون اللي الكل في الفصل بيعجب بوسامته حتى الولاد اللي بيبقوا في الفصل. وبتقلق سونج من النوم، واول ما تلاقي قدامها جيون بتتفجع وبتقوم تنادي عليه. وبعد كده بتتحرج جدا قدام صحابها عشان بينت انها معجبه بيه وبجماله زياده عن اللزوم. وكمان جيون معرفهاش لانها بتقعد في المزار بتحط نقاب على وشها، ولما بيحس جيون انها اتحرجت بيحاول انه يفك الدنيا ويقول لها هو انت سونج؟ اعتقد اني اعرفك قبل كده. وبعد الحصه ما بتخلص بيقول لها اعتقد انك اللي عملتيه ده مش حلو خالص، وانت كنت فعلا بتحاولي تلفتي الانظار ليكي وانا معرفكيش ولا عمرنا اتقابلنا قبل كده اصلا. ساعتها سونج على قد ما بتكون محروجه من اللي حصل بس بتكون مبسوطه جدا من جدعنته انه واقف جنبها من غير ما يكون يعرفها قوي او اي حاجه، وبتعجب بيها اكتر واكتر كمان. وبعد كده بنشوف جيون وهو واقف قدام ملعب الرمايه وبيفتكر نفسه هو بيلعب زمان وقد ايه كان شاطر جدا. وبعدها بنشوف بومو اللي بيكون قاعد بيذاكر كتير قوي وبيكون عايز يدخل الحمام بس خايف جدا من اللي حصل قبل كده. بيروح لجيهو عشان ياخده معاه الحمام، بس طبعا جيهو مش بيقتنع بالكلام ده وبيضطر بومو انه يروح لوحده. وللاسف اول ما بيدخل الحمام بيلاقي حاجه من السقف بتنقط عليه، بيبص فوقيه بيلاقي التكييف، واول ما بيبص قدامه بيلاقي انها بتعض وبتدخل جوه جسمه. وعلى الجانب التاني بنشوف جيون وهو مروح من المدرسه وبيكون معدي عند محل المشويات اللي بيكون قاعد فوقيه اليافطه بتاعته جن، واول ما بيشوف جيون معدي بيبدا يحاول يوقع اليافطه دي. وفي اللحظه دي بتكون معديه سونج اللي بتطلع تجري عليه وبيحضنها واليافطه بتقع بعيد عنهم بحاجات بسيطه جدا. ساعتها جيون بيتعور تعويره بسيطه في رقبته، ولكن بعد كده بيتكلم مع سونج وبيقولها انت فاكرك لما تدخل عليا بالطريقه دي اشكرك انك انقذتيني، انت عرضت نفسك للخطر وفعلا شكلك زي ما صاحبك قالوا عليكي بتحب تلفت الانظار حواليكي. وبيسيبها وبيمشي. بعد ما بيمشي سونج مش بيكون في دماغها حاجه غير موضوع ان جيون حظه وحش وخايفه عليه ولازم تامنه فعلا وتعمله تميمه حظ. ولكن بتروح عند مزار حد تاني كانت سامعه مره وحناه بتتكلم عنه وبتحاول تقنعه بكل الطرق انه يعمل لها تميمه حظ عشان جيون بيكون في الاول مش راضي عشان خايف من والدتها، ولكن لما بتطلع له فلوس كتير بتقنعه وبتفضل سهرانه معاه للصبح بيعملوا تيمه لجيون. وتاني يوم الصبح بيروحوا المدرسه بيلاقوا الاسعاف موجوده عشان بومو لقوه مغمى عليه في الحمام من اللي شافه. وساعتها بيدرك جيهو هو كان عايز يدخل معاه الحمام ليه. وفي الفصل بقى بتكون كل البنات مقطعه نفسها على جيون وعمالين يبعتوا له جوابات كتير هاوي، وبيحصل ده في غياب سونج اللي بتكون نايمه طبعا عشان ما نامتش طول الليل في المزار. وبتكون سونج مش بيفارقها حلم وهي قاعده لوحدها في الشارع بتعيط. بعد كده بتصحى بتلاقي جنبها رساله من جيهو ولكن مش بتهتم بيها، ولكن كل همها بيكون انها راحت عليها نومه وما عرفتش تدي التميمه لجيون وتكشف لها عن هويتها وتعرفوا ان هي دي العرافه. وفي نفس اليوم بالليل بتكون قاعده بتتكلم مع اللي شغاله معاها في الزار وبتقول لها انها ندمانه انها ما عطتلوش التيمه وما عرفتش تكشف عن هويتها ليه. وفي اللحظة دي جدة جيون بتدخل وبتقول لها ان جيون ما كانش مقتنع وجابته ليها بالعافية اصلا عشان كده جايه تاخد التيمات بتاعته وتمشي. ولكن طبعا سونج بتتضايق جدا انها ما شافتش جيون وبتقول لها ما ينفعش اديك التيمات دي الا في وجود جيون اتصل بيه خليه يجي. فعلا جدته بتعمل كده وبتخليه يجي، ولما بيجي بتخاف تكشف لها عن هويتها وبتقول سعر عالي قوي للتيمات. وساعتها جيون بيتضايق جدا وبيقول لها انت مستغلة وبتستغل الناس عشان تاخد منهم فلوس وان كل العرافات دول بيبقوا نصابين، وهو ما كانش حابب يجي من الاول وبيتخانق معاه وبياخد جدته وبيمشي. وتاني يوم الصبح في المدرسة بتكون قاعدة سونج هي وجيهو بيحكي لها عن موضوع بومو وبيقول لها انه عايز تيمة من تيمات الحظ بتاعت جيون اللي هي كانت محضرها عشان تديها له. بس كالعادة اول ما بتشوف جيون بتتكسف تديله التيمات. وبتكون ماشية سونج في المدرسة وفجأة بتقف تقرا حاجات من على الحيطة بتلاقي اثر ايد على الحيطة واصل لحد الحمام الرجالي. وساعتها بتعرف سونج ان هي دي الجنيه. بتقرر تحطه قدام الحمام انه للصيانه وبتدخل جوه في نفس الحمام، واول ما بتظهر لها الجنيه بتمسكها من شعرها وبتقول لها انت عايزاني اعمل فيكي ايه. وبتفضل تتكلم معاها كتير وتقنعها انها ترجعها للعالم بتاعها مره تانية. وفعلا الجنيه بتقتنع، ولكن وسط هما بيتكلموا بيجي شويه شباب بره الحمام بيفضلوا يرخموا على اساس ان اللي جوه الحمام ولد. في اللحظه دي بيدخل جيون الحمام وبينشغلوا بكلامه
وسط ما بتكون قلقانه سونج على جيون وعايزه تعرف بيعمل ايه مع الشباب اللي بره وهل هيتخانق معاهم ولا لا، الجنيه بتخرج من الحمام وبتحاول تتحكم في جسم جيون وتدخل جوه جسمه، وبتدخل سونج وبتمسك خرطوم الميه وبتحط عليه التيمه وبتفضل ترش عليها ميه لحد ما بتقضي عليها. وبعد كده جيون بيسأل سونج انت بتعملي كده ليه؟ وساعتها بتبص له بكل حنيه كده وتقول له بحميك، ولكن جيون بيتضايق ومش بيفهم هي بتعمل ليه كده. وبعد كده بيروحوا كلهم للمدير اللي بيزعق معاهم كلهم وبيقول لهم عقابكم اسبوع تنظفوا فيه المدرسه بالكامل. وبالليل لما بتروح سونج بتقعد مع امها الروحيه اللي بتحكي لها عن التيمات خلصت منها عشان الجنيه بتاعه الحمام دي استنزفت كل التيمات اللي معاه. وساعتها امها الروحانيه بتقول لها انا جبت لك كميه تيمات تانيه اهو من المكان اللي رحت جبت منه، وبتعرف انها عرفت انها راحت للزار ده وانها اخدت لك منه كميه تيمات عشان تعرف تحمي جيون. وبنشوف في اللحظه دي صاحب الزار التاني وهو ماسك رجله اللي ضربته عليها ام سونج الروحانيه وبيقولوا ان عملهم تيمات غلط. وتاني يوم وهم بينضفوا المدرسه جيون بيكون مخنوق جدا من سونج ومش عايزه تقرب منه، ولكن سونج بتكون عايزه تقرب باي طريقه عشان تقدر تحط التيمه في جيبه من غير ما يحس، بس هو كان بيبعدها بكل الطرق ومعرفتش تعمل حاجه لحد ما بيدخلوا الفصل وجي هو بيشوفها واقفه بتفكر هتتصرف ازاي، فبيقول لها ما تشيليش هم وانا هتعامل واظبط لك الدنيا. وفعلا بيروح يخبط في ترابيزه جيهون وبياخد من عليها التليفون من غير ما حد يحس باي حاجه، وبيجيب التليفون لسونج وبيقول لها خدي حط التيمه في جراب الفون. ولكن في اللحظه دي بتدخل جده جيون وبتكون جايبه معاها اكل للفصل كله وبتبدا توزع عليهم. وساعتها جيون بتتوتر جدا وبتطلع بره الفصل ومعاها التليفون، وبيخرج وراها جيهو وبيحط التيمه لجيون في جراب الفون. وفي اللحظه دي جيون بيبدا يحس ان التليفون بتاعه مش موجود معاه وبيفضل يدور عليه، ولكن قبل ما يوصل لسونج وجيهو بتكون جدته وصلت لهم وواقفه معاهم وبيتعرفوا وبيقولوا لها انهم لقوا تليفون جيون وكانوا رايحين يديهوله. وبيدخل جيون عليهم وبيقول لجدته انه ضيع التليفون بتاعه، ولكن سونج بتستغل الفرصه دي وبتقول انها هي اللي لقيته. على الجانب التاني الطلاب في الفصل بيبحثوا عن جيون على الفيس وبيعرفوا انه كان في المنتخب القومي للرمايه واخد ميداليات ذهبيه كتير هاوي، ولكن اتطرد عشان لانه ولع في السكن الطلبي. وبعد كده بنشوف سونج وهي بتقول لجيون وجدته انها عايزه يبقوا اصحاب وياكلوا مع بعض، وفعلا جدته بتعزمهم في البيت عندها عشان ياكلوا مع بعض ويبقوا اصحاب هي وسونج وجيهو. وفعلا اول ما بتروح سونج هناك بيكون جيهو مع جدة جيون في السوق، وهو بيكون مفيش حد في البيت غير سونج وجيون، وبيفضلوا يلمحوا لبعض شويه وبتكون عايزه تحط التميات في كل حته في البيت، ولكن جون بيزعق لها وبيقول لها انت كده بتضطرنا نطردك من هنا خالص على فكره، فبتسمع الكلام وبتضطر تقعد ساكته لحد ما بتيجي جدته وجيهو من السوق وبيقعدوا ياكلوا. وهم بياكلوا بنعرف ان جيون ابوه وامه مسافرين وسايبينه لوحده مع جدته ومحدش بيسال عليه، وده يعتبر اللي معقده. اول ما جت سيره الموضوع ده قدام جيون اتضايق جدا، واول ما بتلاحظ سونج ان جيون اتضايق بتقول له انا برضه متبنيه ابويا وامي مش موجودين وعايشه مع امي الروحانيه. ساعتها بتعجب جدا جدة جيون بشخصيتها وبتقول لجيون وهم في المطبخ ان شكلها شخصيتها قويه وبنت كويسه، فبيقول لها ما نعرفش هل هي شخصيه كويسه ولا بتتظاهر بكده بس. وفي اللحظه دي جيهو بيشد سونج للاوضه ويقول لها انت ازاي بتقول الحاجات دي بلا مبالاه، ده قالت له لما تكون مشكله كبيره وتقولها بدون تاثير محدش عمره هيعايرك بيها عشان الناس هتحس انك مش بتتضايق، انما لما هتتحس الناس ده ان موضوع بيضايقك ومش عايز تتكلم فيه هيفضل هو ده الموضوع اللي الناس هتعايرك بيه. وساعتها جيون كان واقف بره الاوضه وسمع الكلام بتاع سونج وبدا يعجب بشخصيتها، وبتكمل كلامها سونج وبتقول له احنا ازاي مش اخدين بالنا اننا في اوضه جيون، وبتجري تحط اخر تيامه معاها وبتجري تحطها في الصندوق. الصندوق بيقع وبيدخل عليهم جيون وبيكون جوه الصندوق ده كل ميداليات جيون اللي اخدها في الرمايه. وساعتها بيدخل عليهم جيون وبيقول لهم يعني ينفع تفتشوا في حاجات مش حاجاتكم كده؟ ساعتها سونج بيجي لها تليفون وبتكون مضطره انها تمشي، فبتمشي وبتقول له هبقى اظبط اللي وقعته ده بعدين. بعد كده جيون بيقول لجيهو انا بصراحه مش عايز ابقى صاحبكم، مش عشان عيب فيكم بس انا مش بحب يبقى عندي اصحاب. على الجانب التاني سونج وهي ماشيه بتجري وراها جده جيون وبتقول لها انها عارفه انها هي العرافه اللي بتروح لها عشان شافتها ساعه ما كانت اخدت تليفون جيون وبتحط فيه تيميه الحظ. وتاني يوم بتنشر اشاعه قويه جدا على جيون ان هو بيعمل حرايق في اي حته بيروحها، والخبر ده بيكون منتشر في كل المدرسه. بعد كده بيروح جيون للبيت بيلاقي جدته عامله اكل ونازله توديه لحد جارهم في الشارع. جيون بيستغرب جدا عشان جدته ملهاش علاقه بحد عشان تودي له اكل، وبيمشي وراها لما تنزل بيلاقيها بتودي الاكل للعرافه اللي هي سونج. بيدخل عليهم وهو متعصب جدا بس سونج بتغطي وشها على طول، بس جيون بيكون متعصب جدا وبيتعصب عليها وبيقول لها انها كده بتستغل جدتها عشان تاخد منها اكل وفلوس، وبيبقى ندمان ان هو اللي جاب جدته عندها ومخلاها تستغلها بالشكل ده. كل ده مش بيكون فارق لسونج قد ما بيكون فارق انها شافته وهو دخل انه في نار خطر عليه وهي اللي تطارده المره الجايه.
وتاني يوم في المدرسة بيكون جيون دخل الفصل بيلاقي كلهم بيتكلموا عن إشاعة إنه بيعمل حرائق كتير وكل الناس خايفة منه. بيتضايق جيون وبياخد الزبالة عشان يرميها في المستودع، ولكن المستودع بيكون فيه روح شريرة والمكان بيولع بيه، وبتجري سونج عشان تقدر تنقذه. وفعلا بيقدروا سونج وجيهو بطريقة احترافية إنهم ينقذوه، وبتقدر سونج تقضي على الروح الشريرة دي كمان من المكان. ولما بيخرج من المستودع اللي كان فيه الحرائق بيشكر سونج إنها أنقذته، ولكن للأسف إشاعة إنه بيعمل حرائق كتير بدأت تثبت عليه وكله بدأ يصدقها حتى المدير في المدرسة. ولكن سونج وجيهو بيحاولوا يدافعوا عنه بكل الطرق. وبعد كده بنشوف سونج بتكلم جيهو بتقول له انا عارفه انه طيب عشان انا بشوف الارواح الشريره وهو شخص طيب، بس الحظ مش مساعده وعليه ضغوطات كتير جدا عشان كده هفضل اساعده على طول. وبنشوف بعد كده حد بيخبط على المزار بتاع سونج، ولما بتفتح بتلاقي جدة جيون وبتقعد تتكلم معاها وبتقول لها عايزك تاخدي بالك من جيون عشان هو حظه وحش قوي، ومن ساعه ما جه الحياه وهو مش بيلحق يفوق من المشاكل وعلى طول مصاب وبيتعرض لحوادث والحظ مش مساعده في اي حاجه. وبتتأثر وبتكون بتعيط لما بتيجي سونج تواسيها وبتحط ايديها على ايديها وبتعرف تلمسها وبتعرف ان دي روحها، وساعتها بتقولها دلوقتي جيون وحيد ملوش غيرك. وبنشوف بعدها جدة جيون وهي ميتة وجيون واقف منهار من العياط عليها. بتروح سونج بلبس العرافة لحد العزا بتاع جدة جيون، ولكن جيون بيتعصب جدا منها وبيقول لها انت ليه جاية هنا، وبيفضل يزعق معاها كتير وبيكون مش راضي يدخلها وبيطردها من المكان. ولكن سونج مش بينفع معاه الكلام ده وبتدخل طبعا. جيون بيكون مش عارف انها سونج عشان هي بلبس العرافة، وساعتها بيجي خاله وقرايبه اللي بيفضلوا يتخانقوا معاه كتير على اسباب تافهة جدا وبيعاملوه بطريقة وحشة قوي. وساعتها بيصعب على سونج اللي بتكون قاعدة مش عارفة تعمل ايه ولا تواسيه ازاي. وساعتها بتكلم جيهو تقول له تعالى العزا لو فاضي عشان تقف جنب جيون. وفعلا جيهو بيجي وبيدافع عن جيون ما بين اهله كلهم. وبعد ما جيون بيشكر جيهو انه جه العزا وكده بيقول له انت مين قال لك المكان او عرفت منين ان جدتي ماتت؟ فبيقول له عرفت من سونج. ساعتها بيستغرب جدا جيون ويقول له هي فين دي؟ فبيلحق نفسه على طول وبيقول له اصلك سونج شغاله في مكان قريب من هنا وشافت الموقف وقالت هتخلص شغل وتيجي. وتاني يوم سونج بتروح البيت لجيون وبتعمل حجه انها نسيت حاجه مهمه عنده وعايزه تدخل تاخدها. ولما بتدخل بتفضل تقول له لو محتاج تعمل له اكل وتقول له انا بعرف اعمل اكل كويس، وبتحاول تقنعه. وهي داخله للمطبخ في الوقت ده بتشوف روح الانتحار في المطبخ وقريبه جدا من جيون، وبتفهم ان جيون بيفكر في الانتحار. وساعتها بتقول لي يا جيون اوعى تنتحر عشان جدتك عمرها ما هتكون مبسوطه لو عملت كده. وبتلمح له انها فهمت انه بيفكر في الانتحار والفكره قريبه منه عشان الروح دي مش بتبقى قريبه من حد غير الناس اللي خلاص هتنتحر. وساعتها جيون بيستغربها جدا وبيطلب منها تخرج بره البيت، وسونج بتخرج ما بتكونش عارفه تعمل ايه غير انها بتروح تقعد مع امها الروحانيه عشان توصل لحل تحمي بيه جيون على قد ما تقدر. وساعتها امها الروحانيه بتقول لها فكره بتعجبها قوي، وهي انها بدل ما تشتري تيمات حظ والكلام ده هي ترسم الرسمه اللي على التيمه على جسمها، وبكده اول ما تلمسه هتقدر تبعد عنه الروح الشريره دي شويه بشويه. وفعلا سونج بتعجب قوي بالفكره دي وبتروح تنفذها على طول. لكن في الاول بيقابلها عقبه وحيده وهي ان جيون ما بيحبش حد يقرب منه. بس طبعا الكلام ده مش على سونج، يعني سونج بتقرب منه بكذا طريقه وبتعمل اي حاجه عشان تقرب منه وتبدا تبعد روح الانتحار اللي كانت كل ما تمسك ايده بتبعد شويه بشويه. ولكن وسط اللي بيحصل ده سونج بتكتشف ان لما بينضم جيون لفريق الرماية بتاع المدرسة مرة تانية وبيبدأ يمارس الرياضة اللي بيحبها، الروح دي بتبعد اكتر بكتير من لما سونج تلمسه. وبتكمل سونج في مراقبتها لجيون وانها تحاول تلمسه في كل مكان وفي كل حتة لحد ما جيون بيقول لها احنا لازم نقعد نتكلم. وفعلا بيروحوا مكانه يتكلموا هما الاتنين ويقول لها انا عايزك تبطلي تمشي ورايا والحركات اللي انت بتعمليها دي عشان باينه قوي انك بتعمليها عشان بتشفقي عليا. ولكن سونج بتقول له لا انا بعمل الحاجات دي من اجل الصداقه مش من اجل الشفقه خالص، ويا ريت توافق نبقى اصحاب وتسيب نعمل الحاجات دي. وساعتها جيون بيبدا يفكر في الحاجات الكتير اللي عملتها سونج عشان تقف جنبه كده وتساعده، وبيوافق انهم يكونوا صحاب. وفي اللحظه دي الروح بتاعه الانتحار بتختفي خالص، وسونج بتشوف ده وبتفرح قوي ومن فرحتها بتمسك ايده، وهو لاول مره مش بيمانع وهو كمان بيمسك ايديها. وبعد كده بنشوف سونج وهي مبسوطة قوي عشان مسكت ايد جيون، وبتكون قاعدة طول اليوم في المزار بتاعها مبسوطة جدا، وكل ما حد يخش لها بتحكي له على اللي حصل. وتاني يوم في المدرسة بتكون قاعدة سونج هي وجيهو بيتكلموا وبتقول له على قد ايه هي بتحب جيون وانه وسيم. وساعتها جيهو بيبان عليه انه بيحبها جدا ومتضايق قوي من الموضوع ده، وبدأ انه يغير شوية من جيون بعد ما كان بيسعدها انهم يتكلموا. وبيكون منتشر فيديو لسونج وهي لابسة لبس العرافة هي وامها الروحانية، وساعتها بيشوف واحد مع سونج في الفصل وبيبدأ يشبه على شكل العرافة في الفيديو.
وبيروح لسونج وبيقول لها انت شكلك انت العرافه، وسونج مش بتعترض وبتلم الفصل كله حواليها وبتفضل تحكي لهم عن المغامرات اللي كانت في الفيديو. بس طبعا جيون بيكون مش موجود، ولما بيدخل جيون وبيسمع الموضوع ده بيتعصب جدا على الواد اللي كان بيتكلم وبيضربه في كتفه وبيخرج بره الفصل. ولما سونجا بتخرج وراه بيفضل يزعق معاها ويقول لها ازاي انت سايبه حد يقول عليك عرافه؟ العرافات دول بيكونوا اوحش من القتله، على الاقل القتله بياخدوا اعدام انما العرافين لا، اوعي تكوني عرافه بجد. في اللحظه دي سونج بتتلخبط جدا وبتكون مش عارفه تقول له ايه، وبتفكر لو قالت له انها فعلا العرافه كل ده جنبك عشان احميك والكلام ده، بس بتخاف تقول الكلام ده وبتقول له لا طبعا مش عرافه انا كنت بهزر معاهم. وبرضه بيتضايق جينو بيسيبهم وبيمشي وبيروح ورا جيهو وبيقول له تعالى نكمل في ملعب الرمايه. ولما بيدخلوا ملعب الرماية هم بيتكلموا بيقولوا لازم تكلم سونج بطريقة أهدى من كده عشان أنا معجب بيها، وكده بيتصدم ساعتها جيون ولكن مش بيهتم قوي بالموضوع. وفي نفس اليوم بتروح سونج تحكي الموضوع لمرة روحانية وهم ماشيين في الشارع ولابسين لبس العرافات، وبيتفاجئوا بجيون وراهم بيطلب من العرافة سونج إنها تشيل الغطا من على وشها عشان ما يخليش إشاعات تطلع على سونج على الفاضي وعشان يطمن كمان. ولكن أمها بتلحق الموضوع وبتزعق لجيون وبتخليه يمشي. وفي اللحظة دي جيون بيحس إنه لازم يكلم سونج يعتذر لها على اللي حصل منه، وهو بيبعت لها رسائل ويقول لها انه مستناها تيجي تقابله. وطبعا سونج لما بتصدق بتجري هي وامها بيشتروا طقم جديد وبتروح له على الجنينه اللي اتفقوا يتقابلوا فيها. واول ما بيقابلوا بعض النور بيقطع في المكان وبيقعدوا يتكلموا وكل واحد بيحكي للتاني عن حياته القديمه. ولما سونج بتحس ان الجون اندمج قوي وبقى في مود وحش بتحضنه وبتوعده ان هي عمرها ما هتتخلى عنه غير لما تبقى حياته كلها نور. وبعد كده بنلاقي ان سونج وجيون بيقربوا جدا وبيروحوا المدرسه مع بعض بالعجل وبينطوا من فوق السور شبه ما سونج ما بتعمل. وهم بيعملوا كده بيكون شايفهم جيهو وبيكون متضايق قوي. وبنعرف وسط الاحداث دي ان جيون رجع خلاص لفريق الرمايه. بعد كده بنشوف جيون رايحه توصل حاجات بلبس العرافه وبتقابل هناك واحده خارجه من مستودع بتكون قايله لها انها من قرايب خالتها الروحانيه، وبتشيل من على وشها الغطا وبتعرض عليها ترقص معاها. وفعلا بتوافق سونج، وفي لحظه وهي بترقص بتبص جنبها بتلاقي جيون واقف بيتفرج عليهم. بيتصدم جدا جيون وبيكون مش مصدق اللي هو شايفه قدام عينه، وان ازاي طلعت سونج بتضحك عليه وبيسيبها وبيمشي من غير ما يتكلم. وبيكون مصدوم جدا وهي بتمشي وراه وبتحاول توقفه عشان تتكلم معاه. ولكن وجيون ماشي في طريق بيقابل شويه عيال معاه في المدرسه وساعتها بيتعاركوا معاه وبيرخموا عليه لحد ما بتوصل له سونج. بتكون العيال دي مشيت وبتلاقي جيون واقع في الارض وحواليه ارواح شريره كتيره قوي، وبتقعد جنبه وبتمسك ايده جامد وبتقول له ما يزعلش منها وانها خبت عليه عشان هو مش بيحب العرافين خالص، وانه حتى لو متضايق منها ومش عايزه تبقى صاحبته يسيبها بس تحمل مده 5 ايام بس عشان ما يقربش منه اي خطر. وبعد كده بتكون سونج قاعده متضايقه جدا في المزار بتاعها وامها الروحيه مش عارفه توصل لها خالص لحد ما بتدخل المزار وتلاقيها جوه وبتسالها ايه اللي مزعلها وبتحكي لها اللي حصل مع جيون. وتاني يوم بتصحى سونج بتلاقي امها وعراف صاحب امها بيوريها فيديو للبنت اللي هي كانت بترقص معاها، وبيقول لها هي البنت دي ازاي دخلت المستودع، فبتقول لهم انها قالت لها ان هي قريبه خالتها ومسموح لها انها ندخل، وهو بيقول لها لا دي عرافه وهتسيطر على الروح الشريره اللي في المستودع. مش بيفرق لها قوي سونج الكلام ده كله، بتروح لحد بيت جيون تستناه بس بيخرج من البيت مش بيكلمها وبيتجاهلها جدا. واول ما بيوصلوا المدرسه الكل بيلاحظ الموضوع ده وبيقولوا لهم متخانقين ليه، والكل بيكون عايز يعرف بس طبعا كعاده جيون بيرد بكل كاريزما وهو يقول لهم اظن دي حاجه شخصيه محدش ليه دعوه. في اللحظه دي سونج بتشوف روح طفل رضيع في رجل صاحبتها في المدرسه وبتكون عارفه ان الروح دي لو عيطت ممكن تاذي كل الناس اللي في المكان وتتعبهم. وبعد كده سونج بتاخد جيهو وبتاخد جيون لمكان بعيد لوحدهم وبتعترف انها عرافه وانها مش بتحب تعمل كده بس هي عندها شرط جزاء ولازم تشتغل الشغلانه دي مش بايديها، وانها اصلا بتحب الدراسه وبتحب تكون متعلمه اكتر، وبتحاول تقنع جيون ما يزعلش منها. وبعدين بتروح سونج على زميلتها اللي الطفل على رجلها للبيت وبتقول انها عايزه تبقى صديقتها اكتر واكتر. ولما بتدخل البيت بتبدا تشوف ان الروح اللي على رجلها دي مرتبطه بالدميه موجوده في الاوضه بتاعتها. وتاني يوم بيكونوا قاعدين كلهم في الفصل والطفل اللي على رجل زميلتهم بيعيط وساعتها بيصدع الفصل كله. ولكن جيون بيكون في جرح في ايده بيكون بينزف دم جامد وبيطلب انه يروح للدكتوره، ولكن سونج بتطلع تجري وراه عشان تلمس ايده وتتمها تشتغل وتوقف الدم بالطريقه دي. ولكن اول ما بتقرب منه بيحضنها وبيقول طبعا دي تعويذه من التعويذات بتاعتك انا عارفها كويس. ولكن وهي حضناه صريخ الطفل بيزيد وبيقع عليهم الرف بتاع الكتب اللي بيكونوا واقفين تحتيه، وساعتها جيون بيغمى عليه وبينتقل للمستشفى.
وبتعرف سونج ان خلاص التهمات اللي كانت رسمها على جسمها ما بقتش بتحميه، وبتكون عماله تفكر هتحميه ازاي الخمس ايام اللي فاضلين دول. وعلى الجانب التاني وهي قاعده بتفكر في المزار بتاعها بيدخل عليها واحده مجنونه ومعاها امها وبتقول لها انها ضاع منها طفلتها وعايزه تلاقيها باي طريقه. وساعتها سونج بتفهم ان هي دي الادميه اللي موجوده في بيت زميلتها، وبتجري بتروح عند زميلتها وبتقول لها بصراحه انا عارفه وعايز اخد منك الادميه دي عشان في روح مسيطره عليكي، والروح دي خطر طول ما هي مش بتاعتك، وهتخليكي تحلمي باحلام وحشه جدا وهتغير مودك ومود اللي حواليكي. ولما بتيجي من عند زميلتها بتلاقي جيهو مستنيها وبيقول لها انه قرر يساعد جيون، وهو اللي يرسم التيميات الحظ على جسمه ويقدر يلمسه طول الوقت عشان يحمي ال5 ايام دول. وفعلا بترسم له سونج على جسمه تيمات الحظ وبتقول له لازم يدي لجيون حاجه عنده بعيون وانف وشفتين. وفعلا بيروح جيهو يدور على حاجه كده وتاني يوم بيروح يديها لجيون. على الجانب التاني بنشوف سونج معاه الادميه وبتدور على امها في كل مكان، ولقيتها قاعده في الشارع وسط زباله بتدور على الادميه بتاعتها. واول ما بتيجي تقرب منه بتلاقي جيون جيب كيس زباله علشان يرميها، بتستنى جيون يرميها ويمشي، وساعتها بتاخد بالها ان جيون لما بيلاقي الست دي بتقعد في الشارع بيقف جنبها لحد ما بتخلص عياط زي ما كان قال قبل كده، وبتستنى يمشي وبتروح تدي الست الادميه بتاعتها، والست بتكون فرحانه جدا وبتمشي. ولما بتيجي سونج تمشي بتلاقي في مطر نزل كتير، وبتبص جنبها في الزباله بتاعت جيون بتلاقي الهديه اللي كانت عاطتها له قبل كده، وساعتها سونج بتنهار من العياط وتحس انه مش بيحبها خالص وحتى مش متقبلها كاصحاب ولا اي حاجه. وفي نفس اللحظه بتبص فوقيها سونج بتلاقي جيون واقف وفتح الشمسيه عشان مفيش ميه تيجي عليها، وساعتها بنكتشف انه بيرمي الهديه في الزباله بالغلط، وبيطلع مره تانية عشان ياخدها بيلاقي سونج قاعده وماسكه اللعبه ومنهاره من العياط. ساعتها بياخدها للبيت عنده جوه ويعمل لها حاجه دافيه تشربها، وبيقعدوا يتكلموا شويه. وكالعاده سونج بتفضل تفتش في البيت كله لحد ما بتلاقي صور ليه هو وجدته مرسوم عليها تيميات غريبه، وبتقول له انت مين اللي رسم لك التيميات دي على الصور بالطريقه دي؟ فبيقول لها التيميات دي اللي رسمها لي العرافه اللي كانت بترقص معاك عند المستودع المسكون. في الوقت ده سونج بتتصدم وبتقول له ان التيميات اللي مرسومه دي فال وحش على جدته وهتعذبها وهتعذبه طول ما هو عايش او ميت، وبتعرفوا حجم الخطر اللي بيتعرض له بسبب الصور دي. ساعتها جون بيتصدم قوي وبيقول لها اوعي تكوني بتلعبي بيا انت والعرافه التانيه، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه بس بعيد عن جدتي. بتتضايق سونج من كلامه وبتقول انا عمري ما لعبت بمشاعر حد وما ساعدش قبل كده ان اشوف حد متضايق وبتسيبه وبتمشي، وبتروح تحكي الكلام طبعا لاهلها اللي بيكونوا عارفين العرافه دي كويس قوي. على الجانب التاني جيوم بياخد الصور وبيروح للعرافه دي البيت، وبيكون ماشي وراه جيهو وبيشوفه هو واقف مع ابوه خايف منه وقلقان يلمسه عشان هو حظه وحش وبيعامله بطريقه وحشه جدا. ولما بيدخل للعرافه العرافه بتعرف ان هو في قوه جامده بتساعده وبتروح معاه البيت عشان تشوف ايه القوه دي، طبعا بحجه انها تشيل التيمات اللي على الصور. واول ما بتوصل هناك بتدخل على اوضه جيون تاخد اللعبه اللي عطاها له جيهو، بس في اللحظه دي بتوصل سونج بلبس العرافه وبتاخد منها اللعبه وبتديها لجيون وبتقول له خليها معاك ما تديهاش لاي حد. وبتاخد العرافه تطلع تتكلم معاها بره وبتقول لها انت ازاي كده ما عندكيش رحمه ولا قلب وعايزه تشوف جيون بيتعذب. وساعتها جيون بيطلع بالصور يحرقها قدامها، وسونج بتاخد العرافه وبتمشي، وهي في الطريق ما بتكون حضرت لها لعنه قويه قوي بتسيبها العرافه، وهما ماشيين وبتخليها تنزل دم من بقها ودنها وهي في الشارع. وفي الوقت ده سونج بتقول لها راجعي نفسك مره تانية وصلي عشان يتغفر لك الذنوب اللي عملتيها في جيون. بعد كده بنشوف سونج وامها والعرافه اللي معاهم بيستعدوا عشان يحاربوا الارواح الشريره اللي موجوده في المستودع المسكون، وفعلا بيروحوا يحاربوا كميه كبيره من الارواح دي. على الجانب التاني بيكون جيهو بقى خلاص عايش مع جيون عشان ياخد باله منه ويلمسه على طول ويحميه، وبيتحد هو وسونج لما سونج تشوف اي روح شريره وبتقول له هو بيلمسه على طول عشان يبعد الروح الشريره دي عنه. بعد كده بنشوف واحد من طلاب المدرسه بيكون حد غريب ماسكه في الحوش وبيضربه ضرب جامد، ولكن الطالب بيكون واقف جنبه روح كلب محدش شايفها غير سونج. وقتها سونج بتأمره يعض الشخص اللي بيضربه ده وفعلا بيعمل كده. وبعدين بتطلع تقعد في الفصل وبتسمع صوت الكلب ده بيهوهو بصوت عالي جدا ناحيه المستودع المسكون، وبتعرف ان الطالب ده دخل جوه غصب عنه وبتطلع تجري على المستودع عشان تلحقه. واول ما بتدخل هناك بتفضل تقول له ياخد نفسه بهدوء، ولكن فجاه بتلاقي جيون دخل عليها وبيحاول ينقذها، وبيكون واقف بره جيهو. اول ما بيدخل سونج بتحاول تفتح الباب بتلاقي صوره بتاعته مرميه في المستودع، وبتفهم ان العرافه عامله سحر ورماه في المستودع ده، وساعتها بتقلق عليه جدا وبتحاول تخرجه ولكن مش بتعرف، وروح شريره بتتحكم فيه وتخليه شخصيه مختلفه خالص وحد مختلف خالص عن جيون اللي الكل يعرفه، ولكن بيكون متقلب شويه بشخصيه جيون وشويه بالشخصيه الجديده. واول ما الباب بيفتح بيطلع يجري ومحدش بيعرف له مكان. على الجانب التاني بتيجي ام سونج والعراف عشان يلحقوا الطالب اللي اتمسى من المستودع، وفعلا بيقدروا يلحقوه. وبعد كده بنشوف ان جيهو بيقابل جيون اللي بيكون مش عارفه خالص وبيتعامل معاه بغرابه، وبيلاقيه بيضرب عصابه وبيعمل حاجات عكس عاداته وطبيعته خالص،
وبيكون مستغرب جدا جيهو، ولكن بعد كده بيدخل جيون للملاهي في الوقت ده سونج بتكون قلبة الدنيا عليه، واول ما بتشوفه بتمسك ايده بتقول له لقيتك وانا مش هسيبك لحد ما اليوم اللي فاضل في ال21 يوم دول يعدوا. وبعد كده بتاخده المكان بعيد وهي ماسكه ايده وفكرها انها بتكلم الروح الشريره وبتطلب منه انه يسيب جسم جيون ويخرج منه، وبتفضل تقول له على جيون قد ايه طيب وكويس وان الحظ مش مساعده خالص. وقتها بيسالها بتعملي معاه ليه كده، فبتقول له عشان ببساطه جيون ده يكون حبي الاول. ساعتها بتكتشف انها بتكلم شخصيه جيون الحقيقيه، وبيتضح ان لما سونج بتلمس جيون بيتحول لشخصيته الطبيعيه، واول ما بتسيبه بيتحول مره تانية. بتستغل سونج ده وبتاخده معاها البيت عشان تخلي والدتها تعالجه، ولكن بيحاولوا يعالجوه بطرق كتير ولكن مفيش ولا اي حاجه بتنفع، غير انهم بيقرروا يربطوا ايده في ايد سونج لحد الصبح ويناموا بالطريقه دي. وفعلا بيناموا كده لحد الصبح، وبتصحى سونج تلاقيه هرب، بتنزل تدور عليه في كل مكان ومش بتلاقيه غير في المدرسه في ملعب الرمايه، وبيكون بشخصيه جديده خالص وما يعرفش اي حد، لحد ما بتوصل له بتحاول بكل الطرق انها تمسك ايده. ولما بتمسك ايده وبتمشي معاه بيتعارك مره تانية مع الطلبه اللي على طول في مشاكل بينهم وبين بعض، وبالطريقه دي بتضطر تفك ايديها من ايده ويهرب منها مره تانية. بس ساعتها بتلاقيه واقف مع مدرب الرمايه وبيمضي على مشاركته في بطوله الرمايه. وقتها بتتضايق جدا وبتخاف يكون مش هو جيون وهيدمر مستقبله، ولكن بيمسك ايديها ويقول لها ما تخافيش انا جيون، وبياخدها لمكان بعيد وبيتكلموا مع بعض، وبيقول لها انا قررت ان احاول اتعايش مع الشخصيه التانية واشارك في المسابقه بالشخصيه التانية برضه لحد ما نلاقي حل للموضوع ده عشان مش هقدر افوت البطوله دي. في اللحظه دي سونج بتتبسط بيه جدا وبتمسك ايده وبيقول لها انا بتحرك جدا في العموم بس لما بتمسك ايدي بحس اني مطمن قوي، وبيحضنها في الوقت ده وبيقول لها بصراحه كده انا كمان معجب بيكي. على الجانب التاني بنشوف العرافه قاعده مع ام سونج بتحاول انها تخرج منها الروح الشريره اللي لبستها، لكن مش بتكون عارفه وبيكون الشر مسيطر منها جدا. وبنشوف سونج وجيون بيكونوا مش بيتفرقوا خالص ودايما ماسكين ايد بعض عشان جيون يفضل بشخصيته، بس بيجي لهم جيهو بيقول لهم انتوا ازاي هتفضلوا كده، الناس هتحسب ان في بينكم حاجه ما ينفعش كده. بس جون مش بتفرق معاه وبيقولوا انا فعلا معجب بسونج. طبعا الموضوع ده بيضايق جيهو اكتر وبيخليه يقعد مع نفسه يفكر كتير لحد ما بيقرر انه يروح لهم ويقول لها انا معجب بيها من زمان وما حسيتش بكده غير لما جيون ظهر وحس ان سونج بتحبه. طبعا بيصعب على سونج بس بتقول له ان مفيش حاجه في ايديها، هي بتحب جيون ومش هتقدر تسيبه. بعد كده بنشوف العرافه وهي بتحاول كل المحاولات عشان تمنع الروح اللي ساكنه في جسم جيون تخرج، وبتفضل تتكلم مع الروح اللي ساكنه في جسمه وتعرفه ان لو ساب جسمه هيموت وكده. بس جيون بيكون مش عايز يستسلم الشخصيه دي وبيقول لسونج انا هحط هنا الفون ورن عليا وهسجل عشان اشوف انا بعمل ايه لما بتحول للشخصيه التانيه. وفعلا سونج بتخرج واول ما بترن عليه بيبدا صوت نغمه ضرب نار، وبيتضح ان هو عنده مشكله من الصوت ده وبينزعج منه قوي وبيفتكر حرب هو كان عايش فيها لفتره طويله. بس بعد كده سونج وجيون بيقعدوا مع بعض وبيوصلوا لحل كويس، وهي انها ترسم له تيميه على جسمه وده كده هيطرد الارواح الشريره. وفعلا بيعملوا كده، وفي اللحظه دي فعلا بتطرد الروح الشريره وبيكون مفيش غير شخصيه جيون بس. وبيفرحوا جدا خصوصا ان تاني يوم بتكون بطوله الرمايه اللي لازم يلعبها جيون ويؤدي فيها اداء كويس جدا. وتاني يوم بيروح جيون للبطوله، واول ما بيدخل هناك بتكون العرافه في البيت بتعمل ليه تعاويذ تانيه، ودي بتخليه مش عارف يشوف كويس وبتخلي شخصيته متوتره وحاسس ان ممكن الروح الشريره دي تسكنه مره تانيه. في اللحظه دي بيلاقي سونج واقفه له بره وبتنادي عليه، بيروح لها وبيمسك في ايدها جامد عشان ياخد من قوتها ويمنع اي روح شريره وبيبدا يحس بتحسن. وبس يا صديقي هنا بينتهي الجزء الاول من الملخص بتاعنا. يا رب يكون عجبك الملخص وعجبك المسلسل في العموم. سلام. وبيبدا الجزء الثاني من مسلسلنا بعد ما جون بيحس بان الارواح هتسيطر عليه تاني، فبيروح يمسك ايد سونج بطلتنا عشان ياخد من قوتها ويمنع ان ده يحصل. وهنا بيفتكر لما كانت بتقول له ما يسمحش ابدا للاشباح بانها تتقرب منه حتى لو بيوهموه بانهم عايزين يكونوا اصدقائه مش اكتر، لان في الحقيقه الاشباح مش بيكونوا عايزين يصاحبوا حد، وهدفهم الحقيقي بيكون هو انهم يستحوذوا على جسم الشخص اللي بيوهموه بده. وبيفهم من ذكرياته على صوتها وهي بتساله بيبص لها كده ليه، فبيقول لها ابدا كل الموضوع ان جمالك النهارده مختلف، وبيتوه في الكلام ومش بيعرفها اي حاجه بخصوص اللي حصل معاه من شويه. وعند جيهو صاحبهم بنشوفه وهو بيسال المدرب ليه وافق انه يشارك في مباراه الرمايه وهو اصلا ما يعرفش فيها حاجه، فبيقول له من غير مجامله موافقتي ملهاش علاقه بمهاراتك، لان زي ما انت قلت ما بتفهمش حاجه في حاجه، كل الحكايه بس ان جيون بيكون مبسوط وانت معاه، فقلت اخليك جنبه عشان موده يكون كويس وهو بيلعب ويقدر يفوز في المباراه. اول ما الجوله بتبدا جيون بيشوف شبح بنت على مسافه بعيده عنه، ولما بيحاول يتجاهل ويعمل نفسه مش شايف حاجه بتبدا تقرب منه واحده واحده، فالخوف بيتملك منه وبسبب ده ما بيعرفش يركز وهو بيلعب. وفي الاستراحه لما بيروح يغسل وشه عشان يحاول يهدى
شباب الفريق المنافس بيروحوا يرخموا عليه بالكلام، هو بيطلعوا كانوا زمايله قبل ما ينقل من مدرسته الأولى، ومن كلامهم مع بعض بنعرف إنه كان مرتبط بزميلته من المدرسة دي، لكن اتأذت في واحدة من الحرائق اللي شايفين إنه السبب فيها بسبب حظه السيء، ومن وقتها وهي ما بقتش تمشي، وده كان سبب اعتزاله للرماية لأنه كان حاسس بالذنب ناحيتها. وعند أم سونج بتسمع العرافة بيوم وهي بتردد تعويذات، فبتحس إنها بتعمل مصيبة جديدة من مصايبها، وبتقرر تدخل تشوفها بتعمل إيه. وفي نفس الوقت اللي جيون بيبدأ يشوف عدد كبير جدا من الأشباح حواليه في كل حتة، وبيكون خلاص هينهار، لكن أول ما بيبص لسونج بتركيز كل حاجة بتختفي. بينما سونج أول ما الجولة التانية بتبدأ بتسمع أصوات التعويذة اللي العرافة بترددها، وبتأثر الأصوات دي عليها هي كمان، لكنها بتقدر تتحكم في نفسها وبتبدأ تردد هي كمان تعويذات عشان ترد تعويذاتها. وبيطلع إنها كانت عملت تعويذة قبل المباراة بإن مفيش أي حاجة تقدر تأذي جيون قبل ما هي تتأذي الأول، وده لأنها كانت عاملة حسابها بإن العرافة دي هتبعت لجيون طاقة سلبية تخليها تتحكم فيه، علشان تسهل على روح بونج اللي لابساه بإنها تخلص عليه وتستحوذ على جسمه بشكل كامل. وفي النهاية بتقدر سونج تسيطر على تعويذات العرافة دي لحد ما المباراة بتنتهي بفوز جيون، اللي لما بيطلع يستلم الميدالية المدرب بيلاحظ نظرات حبه لسونج، فبيوقفها جنبه عشان يصورهم سوا. وهنا جيهو اللي بيكون حالف ما يسيبهم يتهنوا لحظة مع بعض بيلزق لهم وبيتصور هو كمان معاهم، وبيكون المدرب عايز ياخد الفريق كله ويروحوا يتغدوا سوا، بس بتتحجج سونج بانها عندها حاجة مهمة تعملها ولازم تروح، وبيتحجج جين هو كمان بنفس الحجة، وما بيجيبلهاش اي سر عن اللي حصل معاه، ولما بتسأله لو حس بأي حاجة غريبة النهاردة بينفي كلامها. وعند امها لما بتلوم العرافة بيوم على اللي عملته وبتسألها استفادت ايه لما التعويذة اللي عملتها فشلت وتردت عليها تاني بلعنة، فبتقول لها انها تردت عليها لكن ما فشلتش، وده لانها اثرت على سونج وهي كمان اتصابت بلعنة. ومن كلام سونج والعرافة بيوم بنعرف ان بيوم دي تبقى بنت امها الروحية، لكنها اتخلت عنها وطردتها بسبب المشاكل اللي كانت بتعملها لها، وانها بتستخدم قوتها في الشر. وبتعرف سونج انها كانت بتتعرض للتنمر زمان، وعشان كده اتحولت لعرافة شريرة، فبتقرر ما تستسلمش وتفضل وراها لحد ما ترجعها للطريق الصح من تاني. وفي نفس الوقت ده جيون بيروح يتكلم مع عرافة تانية عن ازاي يقدر يحمي سونج بعد اللي بدأ يحصل معاه ده، فبتقول له ما يقلقش لان التميمة اللي بتحرسهم هما الاتنين قوية جدا ومفيش اي تعويذة هتقدر تتغلب عليها، وبتعرفوا انها هتصلي للآلهة بتاعتها وهتطلب منهم يحموهم بنفسهم، بس اهم حاجة اليومين دول يحاول على قد ما يقدر يعمل نفسه مش واخد باله من الاشباح لو شافها، وما ينزفش دم وفي شبح قريب منه، لان ده لو حصل في النهاية مش هتكون كويسة. وعند سونج من وقت ما لعنت بيومها صابتها ومصيرهم هما الاتنين اتحد، وهي بقت بتشوف صندوق خشب مربوط بقطعة قماش لونها ابيض على ظهر بيوم، وما بيكونش في حد غيرها شايفه، فبتسألها عنه لكنها بتتجاهلها وبتقول لها ما تتدخلش في حاجة ما تخصهاش، وبتكون فاكرة انها بتقول اي كلام وخلاص. وفي طريق جيون للبيت بيحاول يتجاهل الاشباح على قد ما يقدر لحد ما بيتفاجئ ببوم زميله بتاع المدرسة ماشي في الشارع متوتر وشبح الانتحار ماشي وراه، فبيدخل في حيرة بين انه يسمع كلام العرافة ويتجاهل الاشباح او انه يروح ورا بوم ويحاول ينقذه من الشبح ده. ولما اخيرا بيقرر يروح وراه بيلاقيه اختفى، فبيروح لسونج البيت وهناك بيحاول يفتح معاه كلام في اي موضوع عشان يسلي الوقت، لكنها ما بتكونش في المود خالص، وفي النهاية بتشد معاه في الكلام عشان مسك تعويذة طلبت منه ما يلمسهاش، لكن في النهاية بتعتذر له وبتقول له انها خايفة عليه من انه يشوف الاشباح لان دي لعنة وهي اكتر واحدة عارفة بمعاناة اللي بيتلعن بيها. وهنا بعد ما هو كان ناوي يعرفها انه بدأ يشوفهم اصلا بيغير رأيه وبيقرر ما يقولش دلوقتي عشان ما يقلقهاش عليه. وفي الوقت ده هي بتروح في النوم وكالعادة بتقع من على السرير جنبه، وبيتهزقوا الاتنين من امها تاني يوم. وفي المدرسة بوم زميلهم بيتأخر لدرجة انه ما بيحضرش الحصة الاولى، ولما بيجي بتاخد سونج بالها من شبح الانتحار اللي ماشي وراه في كل حتة، فمن خوفها عليه بتفضل اليوم كله تراقبه. ولما بتسأل جيول لو ينفع تسيب ايده بس يوعدها لما روح بونج تسيطر عليه يكون هادي وما يعملش شغب، بيقول لها بلاش احسن، وما بيكونش عايزها تبعد عشان ما يشوفش الاشباح. وفي نفس الوقت ده بيوم بتكون قاعدة تفكر في كلامها عن الصندوق المربوط على ظهرها لأنها ما بتكونش عارفة عنه أصلا، وبعد تفكير كتير بتعرف إنه تابوت وإنه في جثة طفلها اللي توفى، فبتروح تلوم أمها وهي منهارة عشان كانت عارفة وما قالت لهاش. وعند سونج بتبدأ تتعب بسبب اللعنة وبتكون حرارتها عالية جدا، فبيقترح جيون عليها يرجعوا البيت عشان ترتاح لكنها بترفض،
لأنها عنده تدريب على الرماية ومش حابة يضيعه عشانها. وتاني يوم في المدرسة برضه بنشوف بوم وهو قاعد منهار وبيبص على تليفونه اللي بيرن والرعب مسيطر عليه، وبيكون واضح جدا انه بيتعرض للتنمر. وفي حصة الطهي بتلاحظ سونج خوفه وهو بيبص في التليفون، فبتتأكد ان في حاجة غلط بتحصل معاه، وخصوصا لما الحصة بتخلص وبتشوفه بياخد سكينة من غير ما حد ياخد باله داخل الحمامات. وهنا بتاخد جيون معاها وبتروح وراه علشان لو حاول يأذي نفسه يمنعوه. ولأن جيون العرافة محذرة من إنه يبعد عن الأشباح، فما بيكونش حابب يروح معاها، وبيقترح يبلغوا إدارة المدرسة وهم يتصرفوا. لكن لما بيلاقيها مصرة تحل المشكلة بنفسها ما بيقدرش يسيبها لوحدها. وفي النهاية وهو بيحاول يمنع بوب من إنه يقطع شرايينه بيتجرح في إيده، وفي النهاية بيحصل اللي العرافة كانت خايفة منه، وده لأن بسبب الجرح اللي حصل في إيده والدم اللي نزفه وشبح الانتحار جنبه روح بونج هتستحوذ عليه بشكل كامل. المهم إنه بيفقد وعيه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في عيادة المدرسة وسونج نايمة جنبه وبتكون تعبانة خالص، فبياخدها وبيرجع البيت وبيفضل يهتم بيها كذا يوم، لكن ما بيكونش فيها أي تحسن. ولما بيصر عليها يروح المستشفى بتمثل إنها كويسة، وبتاخده للنادي عشان التدريبات بتاعته. بعد ما بيخلص بيبان الزعل على ملامحها وبتقوله إنها عارفة إنه بونج مش جيون، فبيحاول ينكر في البداية ده، لكن لما بيلاقيها مش مصدقة بيستسلم وبيعترف لها بإنه بونج فعلا. ولما بتسأله جيون فين بيقول لها إنه استحوذ على جسمه بشكل كامل. وبنعرف إن العرافة بيوم هي اللي عرفته بإن جيون لو نزف دم وجنبه شبح وقتها هيقدر يستحوذ على جسمه، فخطط لكل حاجة من البداية عشان يخلي ده يحصل. وفي النهاية خطته نجحت وقدر يستحوذ عليه. ولما فاق وهو في المستشفى قرر يخبي على سونج ويمثل إنه جيون عشان ما تكرهوش وتحبه على أساس إنه هو، لكن في النهاية كشفته. بالليل أمها الروحية بتشوف العرافة بيوم وهي بتتسحب وبتهرب من البيت، وبتعرف إنها بتخطط لمصيبة جديدة، لكن بتقرر ما توقفهاش وتسيبها تخرج. بعدها تراقبها وتشوفها بتخطط لإيه. وتاني يوم بنشوف بونج وهو قاعد يتكلم معاها وبيقولها إنه مش روح شريرة، وإن لو في حد شرير بجد فهتكون بيوم، لأنها هي اللي اتواصلت معاه من البداية وأقنعته بفكرة استحواذه على جسد جيون، وإن ما كانش عايز كل ده يحصل، وكل اللي كان عايزه هو إنه يعيش كإنسان عشان يفضل مع سونج. بعدها بيوم دي بتعرف إن بيوم بتحاول تستدعي حاصد الأرواح عشان تخليه ياخد روح جيون، ولو ده حصل فجيون هيختفي خالص وهيفضل بونج عايش في جسمه. والحل الوحيد عشان يحموه هو إنهم يحموا بونج هو كمان، لأن في حاجة معينة تخصه لو بيوم وصلت لها فوقتها تقدر تستدعي حاصد الأرواح زي ما هي مخططة. وبتنهي كلامها مع سونج بإنها تخليها لطيفة مع بونج لأنه مفتقد للحب والاهتمام، ولما لقى ده معاها اتعلق فيها. وبالفعل بتقرر إنها تكلمه وتتصاحب عليه بعد ما كانت خصمته من وقت ما عرفت إنه استحوذ على جسم جيون، وهو كمان ما بيصدق، ومن الفرحة بيفضل لازق لها 24 ساعة. حتى في المدرسة كل شوية يمسك ايديها من غير ما يهتم بنظرات الطلاب ليهم. ولما جيهو بيعرف إنه بونج مش جيون وبيعرف من سونج اللي حصل وإنها محتاجة 100 يومها علشان تعمل طقوس معينة تخرجوا بيها وترجع جيون من تاني، وهي الطقوس دي فشلت يا نجحت، بيروح يتخانق مع بونج وبيقول له يرجع للعالم بتاعه من تاني. لكن طبعا الموضوع ما بيكونش بالسهل كده، فبيقول لبونج إن مش بإيده حاجة يعملها، وإن الحب ورغبته في إنه يكون مع سونج كان أقوى من إنه يهتم باللي بيحصل لجيون لما يستحوذ على جسمه. وبينهي كلامه معاه بإنه المفروض يكون حاسس بيه، لأنه عارف يعني إيه إحساس تحب حد ومش قادر تكون معاه. في نهاية اليوم وهو مروح بيتقابل مع 3 من زمايله المتنمرين، لكن ربنا بيكون هداهم خلاص وسابوا شغل التنمر ده. وبالصدفة بيشوفوا كلهم شباب بيتنمروا على بوم وزميل تاني ليهم، فبيروحوا يضربوهم وبيكونوا كلهم شلة مع بعض. وفي النهاية حالة بوم النفسية بتتحسن وبيختفي شبح الانتحار بتاعه. ولما بونج بيرجع البيت وبتعرف سونج عن الخناقة اللي دخلها بتلومه على ده، لكن بيتجاهل كل اللي بتقوله وبيقول لها إنها جميلة أوي النهاردة، وبيبدأ يكون صداقات كتير وبيكون محبوب من الكل. وده بيخلي سونج تزعل لأن جيون ما كانش محبوب كده وما كانش بيعرف يكون صداقات زيه، وبتكون مفتقدة جيون جدا فبتنهارها أول ما بترجع البيت. ولما العراف صديق أمها الروحية بيشوف ده بتصعب عليها، فبيقول لها إنه يقدر يستدعي لها روحه لكن كام دقيقة بس مش أكتر من كده، وبيستدعيه لها فعلا. فمن الفرحة بتحضنه وهي مش مصدقة نفسها. وهنا جيون بيتكلم معاها عن إنه بيشوف في ذكريات بونج شابين مجندين في غابة، واحد قصير وواحد طويل، وواضح عليهم الخوف، وغالبا واحد منهم هيكون بونج. فبتقترح يحاول يتكلم معاهم يمكن يعرف ايه السبب اللي مخلي روح بونج مش عايزة ترجع للعالم بتاعه، يمكن وقتها يقدروا يواسوه يقنعوه يرجع.
وفعلا بيحاول يعمل كده أول ما روحه بتختفي من تاني، لكن الشابين دول أول ما بيشوفوه بيضربوا عليه رصاص فبيخاف منهم وبيهرب. عند العرافة بيوم بنعرف إن الحاجة اللي بتدور عليها عشان تقدر تستدعي حاصد الأرواح خاتم فضة مع بونج، لكنها كل ما تسأله عنه يكذب عليها وبيقول إنه ما يعرفش هي بتتكلم عن إيه. في المدرسة تاني يوم بيعرف المدرب بونج بإنه هينضم للمنتخب، فبيقعد زمايله يحتفلوا بيه وبيقضوا كلهم وقت لطيف مع بعض، باستثناء سونج اللي بتكون شايفة إن المفروض جيون يكون هو اللي بيعيش اللحظات دي مش بونج. بالليل بيوم بتروح تقابل بونج وبتحاول معاه تاني بخصوص الخاتم، وبتعرفوا إنه لو ما اداهولهاش فاحتمال كبير جيون يقدر يرجع من تاني وهو يرجع للعالم بتاعه، لكن برضه بيرفض يديهولها. ولما بتحاول تضغط عليه وتخلي أشخاص تبعها يشغلوا صوت البندقيات اللي هو بيخاف منه، جيهو اللي كان بيراقبه من وهو راح يقابلها بيقف جنبه فبيهدى وما بيتأثرش بالأصوات. بالليل بيعرف بخصوص إن سونج بتستدعي روح جيون وهو نايم، وإنها بتحاول تعرف عن الجنود اللي في ذكرياته. فتاني يوم بعد المدرسة بياخدها القبر شاب اسمه يون، وبيقول لها إن هو الجندي الطويل اللي جيون بيشوفه في ذكرياته، ويون ده الجندي القصير وإنه كان صديقه. وقبل ما يتوفى اداله خاتم وطلب منه يوصله لوالدته، لكن هو كمان اتوفى قبل ما يعمل كده، ففضل عايش بإحساسه ورفض ينتقل للعالم بتاعه، وفضل الفترة دي كلها عايش كشبح. ولما سونج بتحاول تقنعه ينسى اللي حصل ويرجع للعالم بتاعه، بيقول لها ان ما عندوش اي نية يعمل كده، هو جيون مش فارق له. وتاني يوم بيروح يقول لمدرب الرماية انه مش حابب يشارك في المنتخب، ولما سونج بتلومه على ده بيقول لها ان بونج مش جيون، ومن النهارده هيعمل الحاجات اللي هو بيحبها مش اللي جيون بيحبها. وفي نفس الوقت ده العرافة بيوم بتقدر تخدع جيهو وبتخليه يسرق لها منه الخاتم الفضة اللي هتقدر تستدعي بيه حاصد الأرواح، بعد ما بتقنعه انه لو قدر يعمل كده هتقدر ترجع جيون من تاني. ولما سونج بتعرف ده بتعرف أمها الروحية بسرعة، وبيقرروا يعملوا طقوس معينة في مكانين مختلفين ويجذبوا حاصد الأرواح اللي بيومها تستدعي المكان غلط غير المكان اللي بونج موجود فيه عشان ما ياخدش روح جيون من الجسم. وبعد محاولات كتير بتنجح خطتهم، لكن بونج بيكون متعصب من اللي بيوم عملته فبيقرر ينتقم منها وبيستدعي لها حاصد الأرواح ياخد روحها، لكن بسبب تعويذة حماية أمها عاملاها لها فللأسف والدتها هي اللي بتموت مش هي. وبكده بتخلص حلقتنا النهارده. سلام. وقفنا المرة اللي فاتت لما أم سونج الروحية توفت بسبب استدعاء بونج حاصد الأرواح للعرافة بيوم بنتها، ولما بيعرف اللي عمله بينهار لأنه ما كانش قصده إن هي اللي تموت، وفي النهاية بيهرب من البيت وبتكون بيوم عايزة تروح تدور عليه وتخلص عليه بنفسها على اللي عمله. سونج بتمنعها وبتقولها إن طول ما هو في جسم جيون مش هتسمح لها تلمسه، وبتلومها بإنها السبب لأنها لو ما كانتش استدعت حاصد الأرواح من البداية ما كانش كل ده حصل. وبتروح للعالم اللي جيون محبوس فيه، وهناك بيخرجوا سوا وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. بعدها بتتقرب من جيون وبتعبر له عن حبها وبتخليه مغمض عينه وبترش عليه تعويذة بتخليه يفقد وعيه. وهنا بتقول له هي منهارة إنها مضطرة تمشي لكن هترجع قبل حفلة التخرج، وبتخرج روح بونج من جسمه وبتمشي معاها. بعدها جون بيفوق في الحقيقة، وأول حاجة بيعملها هو إنه بيروح يدور عليها لكن من غير فايدة وما بيلاقيش لها أي أثر. وبيعدي يوم والتاني وهو عايش على أمل إنه يقدر يلاقيها، وخلال الفترة دي بتتصلح علاقته بحبه الأول اللي كان مرتبط بيها زمان، وبتتحل الخلافات والمشاكل اللي بينهم، لكن طبعا ما بيرجعوش لبعض لأنه بيحب يونج وبيقرروا يكونوا أصدقاء مش أكتر من كده. وبعد كذا شهر خلاص بتكون حفلة التخرج، وبيكون عنده أمل إن سونج تحضر زي ما وعدته، وبيفضل اليوم كله يتلفت في المكان يمكن يلمحها لكن برضه من غير فايدة. وبيكون جيهو هو كمان مكتئب من يوم ما اختفت، لكن هو كمان بيفضل عايش على أمل إنها ترجع. وبيكون جيون عارف إنها كان نفسها تتصور في حفلة التخرج مع باقة ورد، فبيشتري باقة وبيقف يتصور مع جيهو كأنها واقفة معاهم. بعدها بيروح يسيب باقة الورد دي في مكانهم المفضل، وبيروح يقابل العرافة بيوم بعد ما أخيرا حالها اتعدل وبقت ماشية كويس، وهناك بيسألها لو تعرف حاجة عنها، فبتنفي كلامه وبتقوله إن الإله الحامي بتاعها سابها لكنها واثقة إن هي لسه عايشة لأن هما الاتنين بينهم تعويذة اتحاد، فلو سونج ماتت هي كمان هتموت. وبتقوله إن غالبا روح بونج سيطرت عليها لأنه خلاص اتحول لإله شرير، فلازم يلاقوها في أسرع وقت قبل ما تعمل مصيبة. ومن كلامها مع مساعدة أمها اللي توفت بنعرف إنها طول السنة اللي فاتت دي وهي بتدور على سونج لكن من غير فايدة، فهتستخدم جيون بما إنه بيشوف الأشباح في إنه يدور عليها على أمل يقدر يوصل لها. وبيكون هدفها من إنها تلاقيها هو إنها تعمل طقوس معينة هتتسبب في موتها هي ويونج،
لأن ده الحل الوحيد عشان تخلص من بونج بعد ما خلاص اتحول لإله شرير. وطبعا هي ما بتقولش الكلام ده لجيون عشان يساعدها تلاقيه، لأنه لو كان عارف خططها ما كانش هيوافق. وفي نفس الوقت ده بنشوف جيون وهو بيطارد شبح راجل كبير في السن، وبعد محاولات كتير بيقدر يمسكه. وأول حاجة بيعملها هو إنه بيوريه صورة سونج وبيسأله لو شافها في حتة قبل كده، وبيكون الشبح ده رافض يتكلم. بيهدده جيون بإنه هيقتله، فبيخاف وبيعرفوا إنه شافها في مدينة تانية. ولما جيون بيسافر المدينة دي، أول حاجة بيعملها هو إنه بيصطاد شبح تاني وبيسأله عنها، فبيقوله إنها سافرت لمدينة تانية. وبيفضل جوه الدوامة دي، وكل ما يسافر لمدينة يعرف إنها سافرت لمدينة تانية. وبسبب إن الأشباح اللي بيطاردهم محدش غيره بيشوفهم، بيتقبض عليه كذا مرة عشان الشرطة يفهموا السبب اللي بيخليه يجري في الشارع وهو بيتكلم مع نفسه. وفي كل مرة مدرب الرماية بتاعه هو اللي بيخرجه، ولما بيطلب منه يفهمه اللي بيحصل معاه وايه سبب كل اللي بيعمله ده، بيقعد يقول له كلام ملوش علاقة ببعض، وان سونج ما كانش ينفع تودعه بالشكل ده وتختفي. وفي الوقت ده واحد من الاشباح اللي كان اصطادهم قبل كده بيجي يعرفه انها حاليا موجودة في مكان، فبيقرر يروح لها. ويا دوب بيمشي من هنا والعرافة بيوم بتوصل لمكان الشبح ده، وباستخدام تعويذة معاها بتخليه يخضع لها ويعرفها هي كمان بالمكان اللي سونج موجودة فيه. وبتكون سونج في الوقت ده موجودة في الغابة اللي اتقتل فيها بونج وصاحبه وباقي الجنود اللي كانوا في الفرقة بتاعتهم، وبنشوفها وهي بتعمل طقوس معينة عشان تواسي الأرواح دي وتخليهم ينتقلوا للعالم بتاعهم، وفيما بعد يتولدوا من أول وجديد كبشر عاديين. وبيوصل جيون في الوقت ده للغابة، وبيحاول الأشباح الموجودين يمنعوه من إنه يوصل لها، لكن بيقدر يتغلب عليهم باستخدام التعويذ اللي معاه. وهنا العرافة بيوم بتوصل لمكانها، وهو بتبوظ لها كل الطقوس اللي هي بتعملها، وهي بتقول لها ان كل ده من غير فايدة. وهنا بونج بيسيطر على سونج وبيقول لها تبعد عنه، ولما بتحاول تاخدهم غصب عنهم للمعبد بتاعها عشان تعمل لها طقوسها اللي هتتسبب في وفاتهم هما الاتنين، جيون بيوصل على اخر لحظة وبيهددها بقوس الرماية بتاعه، وبيخلي بونج اللي بيكون مسيطر على جسم سونج سيطرة مش كاملة يهربوا، بعد ما عارف ان خطة العرافة في يوم هي انها تقتلهم. ولما بتلومه على اللي عمله بيقول لها ان لو من البداية ما كانتش ساعة لانها تحول بونج لإله شرير ما كانش كل ده حاصل. ولما بتقوله ان سونج خلاص ما بقتش سونج وانها ممكن في اي لحظة تقتله، بيقول لها ان ما عندوش مانع يموت على ايديها لكن مش هيسمح بانها تتأذي. وبتعدي سنتين وهو ما يعرفش عن سونج اي حاجة. ولما بيتعمل معاه لقاء عن المسابقات الوطنية اللي فاز فيها بالميدالية الذهبية وبيتسأل عن أحلامه، بكل جرأة بيقول إن حلمه يقابل حبيبته من تاني. بعدها بنعرف إن هو وجيهو عايشين مع بعض، وبيكون جيهو هو كمان لسه عايش على أمل إن سونج ترجع. وبتتكلم العرافة بيوم مع جيون عن إن سونج لو ظهرت في أحلامه فده معناه إنها خلاص ماتت وجسدها كله بقى ملك بونج، فلازم يسألها هي فين عشان يقدروا يوصلوا لبونج ويسيطروا عليه. وبتكون شاكة انه حلم بيها لكنه بينفي ده، واول ما بيرجع البيت بيفتكر حلم بيراوده دايما عن انه بيروح لمدرستهم وبيقعد على الكرسي بتاع سونج، وعلى السبورة بيكون في رسمة لشط وجسر هي اللي رسمها وبيلاقيها مستخبية منه في الدولاب. ولما بتطلع بتقوله ان الرسمة اللي رسمها جميلة وما بتكونش عارفة ان هي اللي رسمتها، فلما بيقولها ده بتستغرب لكن بتقرر تروح تكملها. وكل الأحلام دي جيون بيكون حاسس فيها إن سونج هي اللي بتحلمها وهو بس شايف ده، ومع ذلك بيرفض يقتنع إنها توفت. وفي نفس الوقت ده بونج اللي بيكون مسيطر على جسمها بيروح للعراف اللي كان صاحب والدتها الروحية وبيقول له يعمل له تعويذة لجيون يخليه يبطل يدور عليهم. ولما العراف بيسأله ما يعملهاش هو ليه، بيقول له إنه قوي أوي وتعويذته ممكن تتسبب في موت جيون، وهو مش عايز ده وما بيكونش شرير خالص زي ما العرافة بيوم بتقول دايما. المهم ان في الوقت ده قبل ما بونج يمشي من المكان، جيونج بيروح للعراف عشان يسأله عن احلامه، فبيستخبى بونج في صندوق هناك، لكن في النهاية جيون بيشوفه. ولما بيحاول يهرب منه وبيطلع يجري على نفس الشط اللي جيون كان بيشوفه في احلامه، بيروح جيون يطارده لحد ما اخيرا بيقدر يمسكه. بعدها بياخده معاه للبيت، واول ما جيهو بيشوفه بيفتكره سونج في البداية، لكن اول ما بيتكلم بيعرف من اسلوبه انه بونج، وبيفضلوا يشاكسوا في بعض زي ما كانوا بيعملوا زمان. وبالليل وهما التلاتة قاعدين مع بعض زميلهم بتاع المدرسة بيعدي عليهم، فبيحاول جيهو يحبس بونج في الأوضة عشان ما يشوفهوش ويتصدم لما يعرف بخصوص انه جسم سونج لكن روح راجل. وبيحاول جيهون يطفش زميلهم ده، لكن في النهاية بونج بيخرج فبيشوفه وبيفتكر انه سونج، فسريع بيعرف باقي الشلة بتاعت المدرسة بانها رجعت.
وهنا جيون خلاص بيدرك انهم راحوا في داهية والشلة كلها هتجيلهم، فبيقعد يهادي ويدادي في بونج لحد ما بيقنعه يتعامل على انه سونج ويفكوا من اسلوب العصابات اللي بيتعامل بيه ده. وبيعمل بونج كده فعلا، واول ما اصحاب سونج بيوصلوا بياخدهم بالاحضان وبيقول لهم انهم وحشينه. ولما بيقعدوا يحتفلوا برجوعها وبيسألوها كانت مختفية فين الفترة دي كلها وليه ما طمنتهمش عليها، بيقول لهم انها كانت مشغولة بالسفر من مكان لمكان وما كانتش تعرف انهم هيقلقوا عليها قوي كده. ولما بيلاحظ قد ايه هما بيحبوها ومفتقدينها بيحس بالذنب على استحواذه على جسمها لدرجة انه بيعيط. ولما جيون بيتكلم معاه بيسأله لو في فرصة يتكلم معاها، بيقوله على حاجات يعملها وهو نايم هتستدعي روحها عليه، وبيعمل جيون كل اللي قال عليه فعلا. لكن في النهاية بيطلع بونج بيستغفله وبيعمل فيه مقلب. ولما بونج بيلاقيه صدقه بيقعد يحفل عليه وهو مش قادر يوقف ضحك. وهنا جيون بيسيب له الأوضة كلها وبيخرج قبل ما يتهور عليه. بونج يسكت لحد هنا، لا تاني يوم أول ما بيصحى من نومه بيكمل حلقة التحفيل عليه، وهو بيفضلوا يشاكسوا في بعض لحد ما جو بيقول له يحترم نفسه بقى بدل ما جون يتعصب عليه ويديله علقة تمام التمام. لكن برضه ما بيسمعش الكلام لحد ما في النهاية جون بيتعصب عليه فعلا، لكن عشان قلبه حنين ما بيهونش عليه زعله، فبيروح يصالحه بالليل بدبدوب لعبة، وده لأنه أصلا روح طفل مش ولد كبير. ولما بيقعدوا يتكلموا مع بعض بيقول بونج إنه عايز يخرج من جسم سونج عشان تعيش هي، لكنها رافضة ده، وبيعرفوا إن الأحلام اللي بيشوفها بتكون أحلامها هي مش أحلامه هو، وإنها لسه عايشة. وبعد محاولات منهم هما الاتنين بتتنقل روح بونج لجسم جيون من تاني، لكن جيون بيكون هو المتحكم في جسمه، وبترجع سونج لطبيعتها من تاني. ولما بتلوم جيون على اللي عمله من خوفها عليها بيطمنها بإن كل حاجة هتكون تمام، وإنه مش عايز منها أكتر من إنها تهتم بصحتها وتعيش حياتها وهي مبسوطة وهو يهتم بالباقي. تاني يوم أول ما جيهو بيشوفها وهي نايمة بيعرف إنها سونج مش بونج وإنها رجعت خلاص، فالضحكة بتملى وشه وسريع سريع بيروح يجهز لها كل الأكلات اللي بتحبها، وبيكون لسه مش قادر يتخطى مشاعره ناحيتها لدرجة إن قلبه بيوجعه أول ما بيشوفها وهي وجيون بيهزروا مع بعض. فبيقرر إنه يبعد يمكن ينسى، مع إنها طول السنين اللي كانت بعيدة فيها ما قدرش على ده برضه. وفي النهاية بنعرف إن جيون أصلا عشان ينقذها وياخد بونج لجسمه من تاني وينقله للعالم بتاعه هيموت بسبب الطقوس اللي المفروض تتعمل، ولأن سونج ما بتكونش عارفة بخصوص ده فهو بيضطر يخدرها عشان ما تحاولش تمنعه. وأول ما بتنام بياخد خاتم بونج اللي بيكون ضمن الحاجات بتاعتها وبيسيب لها رسالة وداع وبيمشي مع العرافة بيوم عشان يبدأوا الطقوس. وفي طريقهم للمكان اللي الطقوس دي هتتعمل فيه بتعتذر له لأنها السبب في كل اللي حصل ده، وبسبب اللي عملته هيموت من غير ما يكون ليه ذنب في حاجة. بعدها بتستدعي روح بونج عليه وبيكون متعاون معاه خالص لأنه مش حابب إن سونج تتأذي بسبب لطفها وحنيتها عليه. ومن كلامه هو والعرافة بنعرف إن هي كمان هتموت بسبب الطقوس دي. وفي نفس الوقت ده العراف صديق والدتها بيقلق عليها لأنها حولت له فلوس كتير على حسابه وبعتت له رسالة بتودعه. ولما بيروح يسأل مساعدة والدتها عنها بتقوله إنها ما شافتهاش النهاردة، ولسه بتطلع تليفونها عشان ترن عليها بتتفاجئ بيها محولة لها هي كمان مبلغ كبير ورسالة وداع، فبيفهموا إنها في خطر وبيقرروا يروحوا يدوروا عليها. ولما بيوصلوا لمكانها بيخبطوا عليها كتير وبيترجوها تفتح وتوقف اللي بتعمله لأن ده خطر، لكنها ما بتسمعش الكلام. وعشان محدش يقدر يفتح الباب بيعمل بونج تعويذة عليه بتحرق كل اللي يلمسه، لكن العراف ما بيستسلمش وبيقرر يعمل هو كمان تعويذ تساعده يدمر التعويذة دي عشان يقدر يفتحه. وبتبدأ العرافة بيوم الطقوس بتاعتها في الوقت ده، وعند سونج اللي بتكون نايمة بتحلم بإنها في مدرستها ووالدتها الروحية بتسألها هي بتعمل ايه هنا، وبتقول لها إنها عرافة مش طالبة وإنها ما ينفعش تستسلم بالسهولة دي. وفي الوقت ده هي بتصحى من نومها وبتشوف رسالة بيوم، فبتنهار وبتفضل تصلي وهي بتترجى إن الإله الحامي بتاعها يرجع من تاني عشان تقدر تنقذ جيون وتنقل بونج للعالم بتاعه من غير ما أي حد يتأذي. وفي الوقت ده بتتفاجئ بروح والدتها الروحية جايلها ومعاها عدد كبير من الآلهة عشان يحموها، فبتعرف إن دعوتها استجابت وبتشكرهم وهي ممتنة. بعدها بتروح للمكان اللي بيوم وبونج فيه وبتنجح في إنها تفتح الباب اللي العراف فشل في إنه يفتحه، وبتخلي العراف ده ياخد العرافة بيوم اللي بتكون تعبانة بسبب الطقوس اللي بدأت تعملها ويمشي. وبتتكلم مع بونج عن إنها تقدر تبعته للعالم بتاعه من غير ما أي حد يتأذي، لكن محتاجة منه حاجة واحدة بس وهو إن يتعاون معاها ويقول لها اسمه الحقيقي مش الاسم اللي هي سميته بيه. وهنا بنعرف إنه ما كانش عنده صديق اسمه يون ولا حاجة، وإن يون ده كان تخيلات منه، والخاتم اللي معاه خاتم والدته هو.
وكان بيتمنى لما يتوفى حد يوصله لها، وبيكون اسمه الحقيقي يون. وهنا سونج أول ما بتعرف ده بتحضنه الحضن الأخير وهي منهارة علشان تودعه. وفي النهاية بيتنقل لعالم الأرواح وبيرجع جيون لطبيعته من غير ما يتأذي. وأول ما بيشوف سونج قدامه بياخدها في حضنه وهو مش مصدق إنهم أخيرا هيكونوا مع بعض ومفيش حاجة تانية هتفرق بينهم. بعد فترة بنشوفه في المباراة الأخيرة للرماية في المنتخب الوطني، وبعد ما بتنتهي بفوزه بيروح يقابل سونج اللي بتكون قاعدة في الشارع جنب روح طفل قاعد يعيط عشان تواسيه. وبعد ما الطفل ده بيهدى بيودعها وبيمشي. وهنا بنعرف إن جيون خلاص ما بقاش يشوف الأشباح، وبتكون سونج عايزة تشتري له هدية بمناسبة فوزه. بيتقرب منها يعبر لها عن مشاعره وبيقول لها إنها هديته، وأخيرا يعني بيعيشوا حياة سعيدة مع بعض. ولحد هنا بينتهي المسلسل. سلام.